زاد المباراة هذه كانت فرصة كبيرة للاعب يعني حمود آيت الله الخميني اللي رجع ودخل في أول مباراة ليه ودخل ممكن في أجواء هذه البطولة. شفنا يعني سجل العديد من الأهداف. Impressionnant en tous les cas علامة كاملة اللاعب هذا vraiment est rentré dans le bain comme on dit, rythme efficace dans l'écartement, dans ses tirs, gestes vraiment. هنايا بنبقاو دائما ورائع دخل رائع رجوع خميني نو سي فري كيما قلت عبد السلام تو ريزون راهو يدير ان تيرن اوفر باش اللاعب يلعب شويه ويرتاح سي ان انترينمون يلعب شويه يريح شويه يلعب شويه يريح اي سي تو في نورمال جولي بيل اونتري il a vu le premier poteau ouvert حل يدو على الدوزيام بوتو كي شاف لو غارديان ديكالار مع برومي بوتو سي تري سامبل. اما الركله ديفونسيف ومن عوده دفاعيه جيده للمنتخب المصري تمشي الكره للجناح من زاويه يسجل والله رائع اللاعب صعيب برشا انك تغالط النقيب صعيب جدا صعيب برشا لانه زاويه مغلقه فتح الزاويه وفي القايم الاول غالطه رفد لو بي دروا تاعو ما عرفش علاش شيء غير منتظر من الحارس النقيب اللي جينيرالمون يرفد لو بي غوش ولكن هو الجوار آية الله دخل له بور فيزي لو برومي بوتو هو رفد لو بي دروا. هذه المفاجاه لانه مش ما يعرفوش واكيد النقيب يعرف اسماء اخرى هذه المفاجاه نتاع البطوله الى حد الان. هذا بسرعه للمنتخب الجزائري تغييرات في المنتخب المصري خطأ في التغيير في الدفاع بصراحه ما تصير شوف العمليه. هذا اللاعب اللي كان محاصر خرج من المكان قام بالتغيير وبالتالي فرغ الرواق والمنتخب الجزائري. هدف من طرف اللاعب آية الله ابرز لاعب الى حد الان ابرز لاعب اللاعب عين توتا اللاعب آية الله الخميني حمود لاعب شاب 20 سنه في عمره جيد جدا باش توصل للكره والهجوم المعاكس السريع. هيا آية الله يا آية الله انت ريك رازي لا يخبط. جيدة للمنتخب المصري تمشي الكرة للجناح من زاوية الخميني حمود لاعب شاب 20 سنة في عمره جيد جدا باش توصل للكرة والهجوم المعاكس السريع. هيا آية الله انت ريك رازي لا يخبط.